السلام عليكم ورحمة الله. لرمضان 2025 بديل البريوش كيكة الزبدة مع طبقة اللوز بطعم ملكي. استعدوا لتسجيل هذه الوصفة الخطيرة والتي أكيد سوف تنال إعجابكم. وقبل أن نبدأ أذكركم بالانضمام للقناة وذلك عبر الضغط على زر الاشتراك. وعلى بركة الله نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. نبدأ بالبيض. أولا يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، ثم أضيف السكر مع عطر الفانيليا. ثم نضيف الزبدة. نخفق مرة أخرى. علبتين من الزبادي، الوزن الإجمالي 160 جرام. وفي الأخير أضيف الدقيق الأبيض مع الخميرة الكيميائية. والسر في هذه الوصفة هو ماء الزهر الذي يعطي لهذه الكيكة طعم مميز جدا. ولطبقة البودنج نحتاج إلى الزبدة والسكر، الحليب بدرجة حرارة الغرفة، ملعقتين كبيرتين من العسل بوزن حوالي 50 غرام. أضعها على نار متوسطة لتغلي مدة حوالي دقيقتين. أرجعها على النار مع التحريك المستمر مدة حوالي من 3 إلى 5 دقائق. أضع الخليط في صحن وأتركه يبرد إلى حين طهي الكيك. أضع البودنج على سطح الكيكة بالكامل وأملسه كما هو موضح في الفيديو. نرجع الكيكة في الفرن على نار هادئة من فوق فقط حتى يحمر سطح الكيكة ويأخذ لون ذهبي جميل. والتزيين اختياري طبعا، يمكنكم ترك الكيكة بدون أي إضافات. كيكتنا أصبحت جاهزة. الرائحة تخطف القلوب، والشكل يفتح النفس، والطعم يأخذ لعالم آخر. وصفة في منتهى الروعة. وبعد الانتهاء من وصفة اليوم لم يبقى لي سوى أن أشكركم على المشاهدة. أتمنى أن تكون وصفة اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة. اعتنوا بأنفسكم جميعا. دمتم سالمين والسلام عليكم.